صباح الفل عليكم او مساء الفل عليكم حسب ما بتشوفوا وقت الفيديو. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى معانا فيديو جديد واكله كده حلوه جديده هنعملها مع بعض. اكله كده يعني كلنا بنحبها. هنعمل النهارده كفته الرز بطريقه حلوه، بس هنعملها في البيت، مش هننزل نعملها تحت عند الجزار ولا هنفرمها تحت. هنعملها النهارده في البيت بطريقه حلوه وسهله، وان شاء الله هتعجبكم. وكفايه ان هي كمان حاجه هنعملها بايدينا، حاجه نظيفه كده هنعملها في البيت وهتعجبنا وهتعجب ولادنا، وباذن ربنا هتعجبكم. يلا ندخل على الطريقه ونقول باسمك يا رب وايدك قبل ايدي. يلا بينا حبايبي. هنا معانا نص كيلو لحمه مفرومه، انا جايباها من عند الجزار كده مفرومه، وجايبه كمان معانا كوبايه رز. انا طحناها كده في مطحنه الخلاط، طحنتها كده لغايه لما بقت ناعمه. ومعانا هنا توم، ومعانا بصلايه، ومعانا هنا بقدونس وكزبره وشبت. معانا هنا توابل، مكعب خضروات، فلفل اسود، 7 بهارات، توابل لحمه، جوز الطيب، ومعانا ملح. البصله كده هنقطعها ونحط عليها. طبعا احنا مش عايزين نكتر الخضره عشان ما تسودش معانا. هنقطعها كده. قطعت كده الخضره، طبعا انا ما خدتش الخضره كلها عشان ما تسودش مني. الثوم وهنضربهم ضرب جامد، نفرمهم. طبعا احنا مش هنحط التوابل دلوقتي خالص علشان خاطر ان البصل بتاعنا ما ينزلش سوائل والكفته بتاعتنا تفك. طحنتهم كده. بجيب اللحمه كده معايا ونحط عليها كوبايه الرز، وبنحط كمان الخضره بالبصل بالثوم. هنقلب كل المكونات دي مع بعضها. وطبعا هنا التوابل بتاعتنا طبعا شطه وده حسب الرغبه، بهارات لحمه 7 بهارات، كزبره ناشفه، فلفل اسود، وكمان مكعب خضروات، وكل ده هنحطه كده مع بعضه. وكمان هنحط رشه جوز الطيب. وهبتدي بقى ايه، احط الملح، مننساش الملح. وهبتدي بقى اعجن كل المكونات دي مع بعضها كلها كده. عايزه اقول لكم كمان يعني النعناع الناشف اللي انا حطيتها عملت ريحه حلوه كده للكفته بتاعتي. طبعا دي حاجه اختياريه، لو مش عايزه تحطيها ما تحطهاش. وهبتدي كده هعملها على مرتين عشان خاطر الكبه ما تبص معانا. طبعا يا حبايبي بعد كده ما ضربتها كذا مره، مرتين كده، لقيتها كتله واحده كده، فتمام كده. هبتدي طبعا احط كده زيت، بصبق الكفته بتاعتي كده بالشكل ده حبايبي. بصبعها كده حسب ما انت عايزاها بقى، كبيره صغيره حسب ما انت عايزه. طبعا هروح اصبعها كلها وارجع لكم تاني حبايبي.
هنبتدي نقلي كده مع بعض الكفتة. حطيت كده زيت في طاسة، حطيتها على النار تسخن معانا. نبتدي بقى نحط الكفتة بتاعتنا. جبت حلة كده وحطيت فيها سمنة، وهبتدي احط فيها بصلة. نعمل الصلصة بتاعة الكفتة. احط رشة كده فلفل اسود. البصلة كده عطتنا اللون الذهبي كده الحلو. نبتدي نحط بقى الصلصة دي انا مفرزاها ومنزلاها من الفريزر كده يا حبايبي. انا جبت بطاطساية كده وقطعتها كده مكعبات صغيرة. هبتدي بقى احطها كده في الصلصة بتاعتي قبل ما احط الكفتة، عشان البطاطس طبعا تستوي معانا. وكده يا حبايبي البطاطس كده قربت كده تستوي معانا. هنبتدي بقى نحط لها الكفتة. نحط الكفتة كده. طبعا انا ما عملتش الكمية كلها، كده نزودها بس شوية مية، عشان طبعا الكفتة كده لما تستوي معانا الصلصة بتاعتنا هتتقل. نبتدي بقى نحط لها فلفل اسود، كزبرة ناشفة، طلع 7 بهارات، وكده يا حبايبي كده البطاطس استوت والكفتة شربت من الصلصة وطعم التوابل وبقت كده جاهزة على الأكل. هنطفي عليها ونغرف الأكل، بس الرز يستوي كده على النار نوطيه عليه. وكده يا حبايبي هنغرف مع بعض الأكل كده مع بعض. برص الرز كده فلفل وجميل يستاهل بقكم. تعالوا نشوف الكفتة، بطاطس، بصوا الجمال. جميلة والبطاطس مستوية. عايزة اقول لكم اكلة تحفة، جميلة جميلة جميلة. بص الصابع جميل جدا. طبعا بنحط الدمعة، لو حابة تحط الدمعة على الرز. دوق مع بعض. جميلة حلوة جدا. يا رب كده الأكلة بتاعتنا النهاردة تعجبكم وتنال رضاكم. طبعا كده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا حبايب النهاردة. يا رب الفيديو يعجبكم، وهستنى تعليقاتكم الجميلة اللي بفرح بيها جدا طبعا.
وكده يا حبايبي خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. يا ريت يا رب كده الفيديو يعجبكم، وعايزه اقول لكم اكله حلوه وجميله وهتعجبكم جدا. يا رب كده تجربوها وتقولوا رايكم ايه. ان عجبك الفيديو تدوسي لايك، واللي ما اشتركتش معانا في القناه تشترك. ايه يا قلبي؟ الكفتة جميلة أوي. عجبتك؟ بألف هنا وشفا يا قلبي، بألف هنا وشفا. عجبت جونا اهي، ان شاء الله هتعجبكم كلكم، والفيديو نور رضاكم بإذن ربنا. طبعا ان عجبك الفيديو تدوس لايك، واللي ما اشتركتش معانا في القناه تشترك معانا. من مطبخ ايمي سمير، شكرا جدا يا حبايبي. باي باي باي. باي.